أول ما بدأت أبحث الأيام اللي فاتت في تسريبات مارفل الأخيرة، وتحديداً وأنا براجع تحليل الباحث فرحات كوتشور، اكتشفت سر حرفياً هيقلب موازين فيلم افنجرز دومزداي. بصوا يا جماعة، تصريحات الأخوين روسو الأخيرة أكدت مفاجأة من العيار الثقيل. فكرة الانقسام والخلاف اللي شفناها في سيفل وور رجع تاني، بس المرة دي بشكل أعنف بكتير. الموضوع مش مجرد أبطال بيضربوا في بعض زي ما تعودنا، لأ، إحنا قدام صراع نفسي معقد لدرجة إننا كمشاهدين مش هنبقى عارفين ناخد صف مين بالظبط. التصريح ده بالذات للأخوين روسو هو اللي لفت انتباهي وخلاني أقف قدامه كتير. بيقولوا إيه بقى؟ عمركم هتلاقوا دكتور دوم غلطان 100%، وفي نفس الوقت عمركم هتلاقوا ستيف روجرز صح 100%. كلامهم ده معناه إنهم بيبنوا قصة رمادية جدا، يعني وإحنا قاعدين في السينما هنلاقي نفسنا محتارين حرفيا، هنقول ده شرير بس تصدقوا عنده حق. الصراع الداخلي ده هو اللي بيخلق قصص أسطورية وبيخلينا نعيش حالة من التعاطف المزدوج. زمان في سيفل وور العالم كله انقسم بين توني ستارك وستيف روجرز، لكن بناء على مصادر راجعتها الصراع الضخم الجاي هيكون بين دكتور دوم وستيف روجرز. واللي فاجئني بجد في التسريبات دي هو إن أفعال كابتن أمريكا في الماضي هي اللي هتجبر دكتور دوم إنه يتحول للعدو المرعب اللي هنشوفه. متخيلين الصدمة؟ الخناقة المرة دي شخصية جدا، ده مش شرير عايز يدمر الكوكب وخلاص، دي تصفية حسابات هتخلينا نعيد تفكيرنا في كل مواقف كابتن أمريكا اللي فاتت. طيب إيه اللي ممكن يخلينا أصلاً نتعاطف مع واحد مرعب زي دكتور دوم؟ وأنا بدغر في تفاصيل المصادر لقيت تسريبات بتكشف عن دوافعه المأساوية. الراجل ده خسر عيلته وتعرض لإصابات دمرت حياته بالكامل، والمفاجأة المدوية هي إن ستيف روجرز ممكن يكون هو السبب الأساسي في المأساة دي. ولما نحط في دماغنا إن العبقري روبرت داوني جونيور هو اللي هيلعب دور دوم بكل الأبعاد النفسية دي، أنا واثق إن فانز كتير جداً هيتخلوا عن كابتن أمريكا وهيقفوا في صف دكتور دوم المرة دي. بس في نقطة تانية استوقفتني جدا في التحليل. لو قارنا بين ثانوس ودكتور دوم هنلاقي مارفل بتاخد مخاطرة مرعبة. مارفل قعدت تبني شخصية ثانوس حتة حتة من 2012 لحد 2018. لكن دكتور دوم ده هيظهر فجأة كشرير رئيسي في ديسمبر 2026. ورغم التسرع ده الأخوين روسو بيتكلموا بثقة غريبة ومؤمنين جدا إنهم هيقدروا يخلوا الجمهور يرتبط بالشخصية ويتعاطف معاها من أول لحظة. ثقة بتخلي الواحد يسأل يا ترى محضرين إيه عشان يعوضوا سنين البناء دي ويدخلونا في قلب الصراع فوراً. هنا بقى لازم نستعد نفسياً، لأن جو روسو قال تحذير صريح: الجمهور هيلاقي قصة ونبرة عمرهم ما توقعوها، أغمق وأكتر جدية بكتير. الكلام ده بيأكد لي إن الفيلم هيتخلى تماماً عن جو النوستالجيا وهياخدنا في سكة مظلمة وقاسية جداً، يمكن أعنف بكتير من اللي عشناه في إند جيم وإنفينيتي وور. إحنا داخلين على قصة أعصابها مشدودة، مفهوش هزار، ومفيش فيها مساحة للكوميديا الخفيفة اللي مارفل معودانا عليها.